بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نجتمع مرة أخرى في أمسية كل يوم من رمضان الكريم، ندارس معا قضايانا وأمورنا التي تنفعنا في ديننا ودنيانا. واخترنا لهذه الأمسية المباركة نقطة مهمة ربما كثيرا من الصائمين، خصوصا الذين لم يتعودوا على الصيام ولا حتى على الصلاة ولا أي عبادة من العبادات، ربما يثقل عليهم الصيام، ولذلك لا أقول الثقل من حيث أدائه، ولكن الثقل من حيث أنهم تعودوا على كثير من المعاصي ويقعون فيها من حين إلى حين، اشرأبوها وتذوقوها وعاشوا وتعايشوا معها حتى أصبحت شغلهم الشاغل، ولكن نفوسهم أيضا فيها من الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى الذين كان فيهم هذا الشرك لكن فيهم من الإيمان، فما بالك العاصي المذنب العاصي المؤمن العاصي؟ فإذا جاء رمضان أكيد هو يقبل على الله عز وجل على الصيام وعلى الصلاة وغير ذلك من الأعمال، ولكن دائما وأبدا نفسه تحدثه وتخبره بأصل الذي تعود عليه، أو الروتين كما يقال الذي اعتاد عليه، ألا وهي المعاصي. فهل المعصية أو هل الصيام يبرر لنا المعصية؟ بمعنى لما يكون الإنسان متعود على حاجة، هل بمعنى ذلك تبرر لك المعصية؟ يباح لك أن تفعل المعصية؟ نقول لا، بالعكس، إن رمضان وغيره من العبادات هي فرصة ومحطة نجدد فيها الثقة والعقد مع الله سبحانه عز وجل. والإنسان إذا لم يترك المعصية في عز رمضان متى يتركها؟ إذا كان الإنسان قد ذاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وتعلمون أن الإثم كما قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعليك أيها الأخ الكريم، أيها الصائم، أيها المؤمن، أن تتجرد وتغسل ذنوبك وتغسل فكرك وتصرفاتك الطائشة، وتنزع تلك الرواسب من المعاصي. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصوم: الصوم جنة، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. بل يجب أن يكون في ذاتك وفي قرار نفسك أن تترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يحاول الإنسان أن يسقل ويغسل ذنوبه في بداية رمضان، ويحاول أن يصحح نيته مع ربه سبحانه وتعالى، ويجعل من نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فلننتبه إلى هذه التحذيرات والتنبيهات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا ملزمون أولا بالاقتداء والاقتفاء اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. دائما وأبدا نكرر بأن الصيام ليس على الطعام ولا الشراب، ولكن هو صيام الجوارح، صيام الأذن والعين واللسان والقلب وكل الحواس التي على الإنسان أن يروضها ويعلمها طاعة الله سبحانه عز وجل. ولذلك كان يقول سليمان التيمي رحمة الله عز وجل عليه أن رسول عليه الصلاة والسلام يذكر مر على امرأتين صائمتين وقد دار بينهما الحديث في يغتبان مرأة من النساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قيئا، فقاءت دما ولحما، سبحان الله العظيم.
قال هذا الأكل أو هذا طعامكما الذي أكلتموهما، كما قال الله عز وجل ومن يغتب، يعني ذكر الغتب يعني أكل لحم أخيه ميتا فكأنما كرهتموه. فهنا يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نترك هذه المعاصي ولا نسوف لأنفسنا ولا نمدد لأنفسنا المجال، خصوصا لعلك لا تدري هذا آخر رمضان وهذا آخر يوم لك من رمضان وأنت تموت على معصية، زد على ذلك في عز الشهر الفضيل. انظر إلى قياسا على ذلك قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا في حضرة أو في حق البيت العتيق. هكذا هي المعصية في رمضان. رمضان يجب أن تجدد يعني نيتك مع الله عز وجل، ويكون جهدك الجهيد وعملك النبيل مع الله سبحانه وتعالى، يعني ترفع من همتك وتقوي من عزيمتك وتخلص نيتك وتحاول أن تغطي تلك الثغرات التي ارتكبتها يعني في خلال الأشهر الماضية، لأن الشيطان تلبس ويعني وقع على كثير منا، ولا يمكن لأحدنا أن يقول أنا ملك من الملائكة. نعم، نحن كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فانظر إلى الربط الوثيق بين المعصية أو الخطيئة وبين التوبة، لأن التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام تجب ما قبلها، التوبة النصوح. يعني أمر بديهي أن الإنسان يعني ترك الماضي التعيس الذي عاشه مرارا والظلام. ولعلنا في جيل الصحابة خير نموذج، يعني كانوا على الكثير منهم كان مدمن والكثير منهم كان تارك والكثير كذا. لما جاء الإسلام يعني اغتسلوا وتوضعوا وتقربوا من الإسلام وانطلقوا انطلاقا حتى انتصر بهم الإسلام، ويعني ذاع الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها على أيديهم وعلى شاكلتهم. وهكذا مرت إلى آخر هذا الزمان لنا فيهم يعني القدوة الحسنة والمثال، كما قال الشاعر إن لم تكونوا فتشبهوا فإن التشبه بالكرام فلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين.